وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا اسمع الو عباد الله إني لكم رسول أمين. صباح الخير، صباح الخير على الحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم، بس بجد اختكم توشو الفتره دي مسحوله سحله مش طبيعيه بجد. انا مش انا بس، تقريبا غالبا معظم الناس اللي اعرفها الفتره دي انا مش عارفه ايه اللي حاصل في الحياه، بس كلنا طاقتنا مشفوته. فما عليكم التفاصيل بتاعتي والحاجات اللي حصلت لي. تعالوا بينا احسن ندخل على المطبخ كده، نستفتح اليوم بمج نسكافيه حلو. وبقت من العادات المقدسه بتاعتي كل يوم ان انا لازم بعد ما الولاد ينزلوا بيبقى في فرهده كده من اول الفجر لحد انا غالبا دلوقتي بصحى الساعه 3:30، فمن اول الوقت ده لحد الساعه 8 ده بيكون جري وتفاصيل كتير وحاجات كتير. فبحب بقى اللي هو 10 دقايق تتنيح كده في اللاشيء، بحب اقعد في الشمس واعمل مج نسكافيه واشربه. فدي بقت من العادات بتاعتي اليوميه. المهم انا بقالي مده طويله قوي عيال ما صورتش وما شاركتش معاكم حاجاتي، واقعد اقول لكم بص انا جبت ايه، بص انا جبت ايه، طلع حلو طلع وحش. بصوا بقى، من احلى الحاجات اللي جبتها الفتره اللي فاتت كانت المضرب ده من سوكاني. ده المضرب اللي بيتعمل بيه الفوم او الرغوه بتاعه النسكافيه. دي كانت من اكتر الحاجات اللي كنت عايزه اجيبها على بدايه الشتاء. انا في الصيف ما بيفرقش معايا ان النسكافيه يكون معمول برغوه، لان انا بشربه ايس كوفي، فبيكون احسن ان هو التلج ما يكونش عليه فوم يعني. بس في الشتاء لازم مج النسكافيه الساخن ده يكون فيه فوم كده ويكون طعمه حلو، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتطبطب علينا طول اليوم. فالمهم من الحاجات الجديده اللي جبتها الفتره اللي فاتت كانت المج ده والمضرب. المضرب من احلى الحاجات اللي ممكن تجيبوها لو انتوا بتحبوا النسكافيه بفوم، سعره حلو جدا. انا جايباه من قبل تعويم الدولار، فمش عايزه اقول لكم على الاسعار دلوقتي وتروحوا تسالوا فتلاقوا السعر مختلف، لان انا جايباه بقاله مده طويله، بقى داخل في اكتر من شهر. و هيريحكم بقى من موضوع المضرب العادي. انا جبت 4 وباظوا، وكان بيبقى محتاج كل اسبوع تغيروا الحجاره، كل اسبوع محتاج تغيري الحجاره، فكان بيبقى خنقه مش طبيعيه. فده جبته بجد مريح جدا، وبعمل بيه كمان الفوم بتاع اللبن. تعملي احلى مج نسكافيه في دقيقه واحده بس. المهم انتوا عاملين ايه، اخباركم ايه، طمنوني عليكم. بجد الفتره دي انا عارفه ان في ناس كتير مهلكه، مش بس لو تعبانين صحيا، يعني الدور المنتشر ده لو بتخرجي منه تعبانه طاقيا، طاقتك كلها مشفوته فيه. فالله المستعان بجد. احلى مج نسكافيه في دقيقه واحده بس. تعالوا بقى نروح على قعدتنا المفضله، ان انا بحب اقعد في الشمس كل يوم في نفس المكان ده، واقعد بقى ايه مفكرش في حاجه، اللي هو 5 دقايق كده يعني ما بعملش حاجه، مفكرش في حاجه، اللي هو بستمتع بالشمس. ممكن ابص شويه في السماء، اقول اي ذكر، فبحس ان انا اللي هو حبه هدوء كده بعد العاصفه اللي كانت حاصله الصبح. عايزه اقول لكم ان انا البيت عندي زلبطه قرعه السجاد كله شلته وديته، وتاخر جدا، داخل في اكتر من اسبوع لسه ما جاش ليا. فانا انتهزت الفتره دي ان انا باخد بقى كل يوم اعمل حاجه او حاجتين في البيت. بجد من اكتر حاجات اللي اتعلمتها الفتره دي ان مش مهم الواحد يكون مبهر للي حواليه، المهم ان انت تكوني حقيقيه مع نفسك وتقدري طاقتك، وتقدري ان انت فعلا في الفتره دي طاقتك مشفوته، فمش قادره تعملي كل اللي بتعمليه في الوقت العادي. انا كده حاسه ان حبه الطاقه اللي عندي حتى مش قادره ان انا اشارك معاكم بيها حاجات واقول لكم بصوا انا بعمل ايه، لان انتوا بتتفرجوا عليا عشان اديكم طاقه حلوه وتعملوا بيها حاجات. انا فعلا حبه الطاقه اللي في حياتي ممشيني بالعافيه، ممشيني يعني كويسه، علشان ما اقعدش خالص واركن في الخط ويجيلي اكتئاب. فعشان كده بحاول لما بتكون طاقتي قليله ما بعملش حاجات كتير في حياتي، ببعد عن الناس، ما بكلمش ناس كتير. والله ساعات في ناس بتكلمني ما بردش، ببقى سخيفه وقليله الذوق، بس فعلا ما بيكونش عندي طاقه لاي حاجه خالص. فانا بحاول الحمد لله استعيد طاقتي. المهم انا ما قعدتش وقت طويل، هم 5 دقايق بس، وقمت بقى شايفين حاجات اللي على التلاجة دي، الحاجات اللي انا كاتباها المفروض هعملها. كل يوم بقى باخد منها حاجة او حاجتين زائد مهام البيت.
المهم تعالوا نبتدي بقى نستغل النشاط بتاعنا بتاع اول ساعتين في اليوم ونعمل تحدي ساعة في يومي. هكمل فيه حاجتين كنت بعملهم امبارح. دلوقتي بس هوريكم شوية حاجات تحفة جبتهم هدوم، وهوريكم كمان هنرتب هدوم الشتاء، هننظمهم بحاجة سريعة كده. بس قبل ما نعمل كده ندخل على كوم الهدوم. هننجز دي حاجة بسيطة في البلكونة، لانه امبارح كنت بنظف البلكونة تنظيف عميق، فعايزة اخلص بقى الحتة بتاعت الديكور دي وابقى كده خلصت البلكونة ونقفل عليها. انتوا عارفين البلكونه دي كان فيها زرع طبيعي، الله يرحمه ويحسن اليه، كان ابن حلال عاش معايا وقت. بس للاسف البلكونه دي اي زرع طبيعي فيها بيموت، لان طول اليوم الشمس بتكون فيها. فقررت ان انا مش هحط فيها زرع طبيعي تاني، هحط دايما الزرع الطبيعي في البلكونه بتاعه المطبخ، ومضطره اسفه ان انا احط بداله زرع صناعي. انا مش بحب الزرع الصناعي في البلكونه، بس مضطره لان انا بحب شكل الزرع عامه في البلكونه، فحاولت اختار شويه حاجه تكون قريبه للطبيعي اللي هو الاخضر، بس اللي فيه الزهره بتاعت اللي لونها برتقاني دي. انا عماله اقول انت اخترتيها يا توشو على اي اساس؟ ايش هذا يا توشو؟ انا جايباها بقالي شهر وشويه، فعماله اقول ايش هذا يا توشو. المهم ان هو شكله ما كانش عاجبني ابدا، فانا كان عندي الزهور دي كانت باقيه عندي، يعني انا كنت عامله منها فاز واتبقى دول، فقلت هعمل بيها ايه بقى؟ هشيل اللي هو اللونه برتقاني ده، وده الوردة الواحدة بيبقى فيها كذا واحدة، فهشيله وهبدل واحط ده مكان ده. هتفهموا دلوقتي انا هعمل ايه. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بجد شكلها كده اختلف تماما، وبقى مقنع جدا بالنسبه لي، كده بقت تحفه. كل اللي هعمله ان انا هجيب، عارفين اللي هو البتاع الفوم ده اسمه ايه؟ لا اسمه فوم، لا الفل. هتجيب الفل ده وهبتدي بقى الف في الزهور كده عشان اقطعها، وبشكل عشوائي او بشكل منظم زي ما تحبوا، وابتدوا حطوها بكده. ويستحسن انه الفل ده تعملوه بشمع من تحت. انا لسه ما كنتش لاقي مسدس الشمع، بس قلت هعملها وهم كانوا ثابتين معايا كويس جدا، بس الاضمن ان انا اثبتها بشمع. فهعمل بقى كل ده وهوريكم. مهما اوصف لكم شكلهم طالع حلو قد ايه، حقيقي بجد التصوير ظالمهم جدا. بس هاخدهم بقى الاتنين واعلقهم في البلكونه، ودول لما بيتبهدلوا من الاتربه والحاجات دي سهله ان انا بشيلهم وبغسلهم كويس بميه وبرجع تاني ارجعهم مكانهم، فالموضوع بيبقى بسيط. بس بقى اخر حاجه نحطهم بقى في البلكونه وندخل على معركه الهدوم اللي مستنيانا. تعالوا بقى ندخل على مهمة ترتيب الهدوم. انا امبارح كنت يعني نقطت الهدوم، شلت الحاجات اللي خلاص مش هيلبسوها. عارفين اللي هو بتعملوا جرد كده للهدوم قبل ما تحطوها في الشتوي والصيفي، قبل ما تخزنوا الصيفي وقبل ما تحطوا الشتوي في الدولاب. فكان باقي بس ان انا محتاجة دلوقتي ارتب الهدوم، اطبقها بس واحطها في الدواليب، والحاجات الصيفي هشيلها اخزنها. من احلى الحاجات برضو اللي جبتها الفترة اللي فاتت كانت البتاعة دي، بجد حلوة قوي. هي ليها سوسته كده، الخامه بتاعتها مش قويه قوي بس فعلا حلوه جدا. هي اسمها ايه؟ وبتاخد كميه هدوم مش طبيعيه. فدي كانت من الحاجات الحلوه قوي اللي جبتها الفتره اللي فاتت. فهرتب احط فيها دلوقتي الصيفي واشيله. وبصوا كنت بقرب عشان اوريكم الخامه بتاعتها، حلوه جدا. برضو من الحاجات اللي عايزه اكلمكم عنها
وبجد عايزه انتهز الفيديو ده فرصه ان انا اقول لموني مبروك على الستور بتاعك. موني يا بنات، موني اللي كانت عندها قناه موني لايف ستايل، وهي لسه القناه شغاله، بس هي وقفت تنزل فيها فيديوهات بقالها مده طويله، يعني داخله في سنه تقريبا. فموني حاليا عندها ستور للملابس بتاعه الاطفال البراند، بتجيب كل الهدوم مستورده، كل هدوم خامتها حلوه جدا. هي بدأ بقالها مده طويله. انا عايزه اقول لها مبروك يا موني، والله العظيم انا فخوره بيكي فخر العرب. بجد موني انسانه مجتهده وعندها ضمير وانا بحبها، فشهادتي فيها وكل الكلام اللي ممكن اقوله في حق موني مجروح. المهم هي كانت بتنزل هدوم على طول، ملابس اطفال حديث الولاده، سنه سنتين 3، هتلاقوا حاجات تحفه وباسعار غريبه. اصلا انتوا مش مستوعبين ان الاسعار دي مازر كير وبريمارك والحاجات البراند دي سعرها بالشكل ده عند موني. هي ده كان هدفها، ان هي تبيع الحاجات البراند باسعار حلوه. فاخيرا لقيتها منزله حاجه تناسب توتو. هو بصراحه ده سنه اكبر من توتو شويه، بس يعني شغال، بس بالسعر اللي كانت منزلاه بيه. انا برضو مش عايزه اقول لكم سعر، لان الحاجات دي انا جايباها بقالها اكتر من شهر، فكان قبل تعويم الدولار، ومعظم الحاجات دي مستورده، فاكيد زادت سيكا دلوقتي. المهم ان شاء الله موني ما تكونش زودت ويكون كان عندها كميه منهم. هي قالت الحاجات القديمه مش هتزود عليها سعر. الجاكيت ده برضو كان بصوا الحاجات من جوه متبطنه، وتحسوا ان هي تبان ان هي تقيله وضخمه، بس هي فعلا خفيفه قوي قوي على الطفل، وفي نفس الوقت بتدفي. الخامه تحفه، التقفيل تحفه، السعر كان تحفتين، لدرجه ان انا جبت الجاكيت ده ومش على قد آسر السنه دي. بس قلت لها هجيبه، هي بتقيس لي على البنات عندها قد آسر، فبقول لها قيسي لي، قالت لي هيبقى كبير قوي. قلت لها لا هاخده وخلاص، لانه سعره حلو، وانا اكيد السنه الجايه مش هلاقي الاسعار زادت، ومش هلاقي حاجه حلوه بالشكل ده وبالسعر ده. فخدته وهشيله ان شاء الله ليه السنه الجايه يلبسه بالعافيه والهنا. فلقيتها بعتالي كمان الجاكيت ده، قالت لي ده هيلبسه السنه دي وهيبقى حلو جدا عليه. فبجد شكرا يا موني على ذوقك وعلى كل حاجه حلوه بتختاريها، ده كان على ذوق موني. بصوا مهما اوصف لكم برضو الخامه بتاعته تحفه، بيدفي قوي وحلو. عارفين اللي هو حاجه تقيله وبتدفي الطفل وفي نفس الوقت خفيفه. فموني هتلاقوا عندها حاجات مش هتتخيلوها بجد، وبيبقى في عندها، انا عايزاكم بس تتابعوها، يعني حتى لو مش هتشتروا دلوقتي تابعوا موني، لان هي في اوقات كده بتنزل فيها عروض وحاجات بتبقى لقطه. زي ما انا جبت الجواكت اللي هي لونها اصفر دي، كانت بالنسبه لي لقطه، وجبت كمان البيجامتين دول كانوا خريفي، لان انا الحاجات دي معظمها جايباها في الوقت بتاع الخريفي، فكانوا البيجامات دي كان سعرها حلو قوي برضو. خامتها طبعا مش محتاجه اكلمكم عن الخامه وعن التقفيل، والداخلي برضو عند موني تحفه، جبت منها الآسر. كل حاجه عندها هتلاقوها حلوه وانا اضمنها لكم. وموني اصلا الاسبوعين اللي جايين دول عامله سيل مش طبيعي، وفوق السيل ده لو قلت لها ان انتوا جايين من عند شيماء فوده ليكوا خصم 10%، مش عارفه لحد ايه، وفي شحن مجاني للي هيجيب ايه، يعني في تفاصيل كده قالت لي عليها بس نسيتها. المهم يعني هيكون في 10% للي هياخد بسعر معين هي محدداه، وتوصيل مجاني للي برضو هياخد بسعر تقريبا 500 جنيه حاجه كده، هيبقى ليه شحن مجاني. انتهزوا هذه الفرصة، انا مش هقول اكتر من كده. بس هرتب بقى الحاجات واحطها في قلب البتاعة دي اللي مش فاكرة اسمها ايه، بس فعلا بتاخد كمية هدوم كتير قوي. يعني انا خدت الصيفي، انا كنت جايبة منها 2، في واحدة تانية حطيت فيها حاجات تانية امبارح، ودي بقى كان باقي بقى فيها شوية هدوم لتوتو آسر كمان حطيتهم. فانتوا متخيلين كمية هدوم، اصلا كانوا نص السرير اصلا كان مليان هدوم. لما طبقتهم وحطيتهم فيها فحلوين اوي، تحطوها بقى في الدولاب تحت السرير، فممتازة بصراحة. بس كده خلصنا المهمة. كان باقي لي بس ان انا اطبق دول، شغلت حاجة جنبي وطبقتهم على طول. بس كده غمضوا عينيكم وفتحوها، يا ريت كل شغل البيت بالشكل ده، نغمض عينينا ونفتح نلاقي كل حاجة خلصت. يا سلام يا سلام. بس انا كده خلصتهم، هبتدي بقى ارص كل الحاجات دي في الدواليب بتاعتها، ونبقى كده خلصنا تاني مهمة في مهمة التحدي الساعة. اعتقد لو عملتوا تحدي الساعة في يومي في بداية اليوم
قبل ما تدخلوا بقى في لملمة المطبخ وعمل الغدا والحاجات دي هتنجزوا. حاولوا قبل ما تعملوا الحاجات اللي في المطبخ والغدا والكلام ده تعملوا ساعة كده تنجزوا فيها حاجة او حاجتين، خصوصا لو انتوا مضغوطين زي كده والبيت عندكم مقلوب. تعالوا بقى ندخل على فقرة الغدا. الغدا النهاردة هعمل حواوشي، لان انا كان عندي اكل من قبليها بيوم للعيال، فالعيال ما بياكلوش حواوشي فانا في اليوم اللي مش بياكلوا فيه، اللي بيكون ليهم اكل من قبليها بيوم، بحاول بقى انا استغل اليوم ده واعمل اكل انا نفسي فيه. فانا كان نفسي جدا جدا اعمل حواوشي، ولان الحواوشي الحاجه الوحيده اللي ما بحبش اكلها من بره، معرفش بس بقرف منها جدا لو اكلتها من بره، معرفش ليه. المهم بحط في الكبه ايه بقى. انا كنت هعمل نص كيلو لحمه، حطيت 4 بصلات و3 فصوص توم وشويه خضار وطماطمايه وايه تاني وبس، و4 قرون فلفل، بس كده. فلفل وبصل وتوم وطماطم وخضار، بيطلع الخلطه دي طعمها تحفه. على اللحمه نفسها بحب احط قوي البهارات بتاعه الحواوشي، بس ما كانتش عندي فحطيت اي بهارات عندي، كان مكتوب عليها بهارات مشاوي فحطيتها برضو، طلع طعمها حلو جدا. وملح فلفل شويه كمون صغيرين، بس كده. بعد كده بنزل بالخلط. اهم حاجه بجد في الحواوشي هي التتبيله اللي بتعمليها في الكبه، البصل والطماطم والثوم والحاجات دي. وبعد كده قطعت على اللحمه شويه جبنه موتزاريلا، بس بحيث ان هي تبقى خلطبيطه كلها على بعضها كده، واحطها، ما احطش اللحمه وبعد فوق اللحمه احط الجبنه، لا يبقى كله هيصه مع بعضه عشان ننجز على طول. بجد احساس حلو قوي ان الواحد يفتكر نفسه في وسط زحمه الحياه ويعمل حاجه بيحبها. انا كان نفسي فيه جدا، بس بحطه في عيش، اي عيش عادي بقى، عيش برده، عيش شامي او العيش الابيض ده. انا بالنسبه لي اي عيش في الحواوشي شغال بالنسبه لي، بحبه يعني، مفيش حاجه وحاجه لا. بس وفي شويه سويتهم في على الطاسه كده، بخيتين زيت، وبعدين حطيت عليها سويت فيها الحواوشي، طلع حلو جدا. وفي كام واحده كده حطيتهم في الاير فراير، بجد القلايه طلعت الحواوشي طعمه خطير. اللي انا بقطعها معاكم دي كانت طالعه من القلايه، كانت مقرمشه جدا جدا، وطبعا حطيت عليها زيت قليل جدا، يعني في شويه اصلا، في حوالي 2 سويتهم من غير زيت، طلعوا خطيرين خطيرين بجد. انا مش قادره اعبر، لان انا دلوقتي وانا بتفرج جوعت. كان طعمها حلو قوي يعني. دي كان محطوط عليها بس بخيتين زيت، رشه او رشه فوق ورشه تحت، بس طلعت تحفه. دي اللي انا كنت بعملها بقى في الطاسه فكملتها، وبجد كانت اكله حلوه جدا. عملت بقى معاها طحينه ومخلل وبس، عدى اليوم. انا عارفه ان انا ما صورتش معاكم حاجات كتيره النهارده، بس بجد صدقوني انا كل الحاجات دي بحاول استعيد نشاطي ان انا اصور معاكم. انا الحمد لله قادره اسيطر على نفسيتي وانا كويسه مع نفسي، بس فعلا ما كنتش فاضيه خالص الفتره، ما كنتش فاضيه اهرش علشان اعمل فيديوهات واصورها ومنتجها والجو ده. فان شاء الله هرجع ابقى معاكم باذن الله. والله مش وعد توشو اللي انتم متعودين عليه، ان شاء الله المره دي وعد رجاله. وبس كده، يا رب فيديو النهارده يكون فاتكم بحاجه ويكون عجبكم. وبجد شكرا على سؤالكم عني، وشكرا على تعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني. شكرا للبنات اللي كانوا طالعين عمره الفتره اللي فاتت وبعتولي على الانستجرام، بجد انتوا مش متخيله انا كنت بعيط ازاي لما شفت الحاجات اللي انتوا بعتوها لي، هم كانوا بنتين، فبجد شكرا ليكوا. وبس اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يكون احسن من ده باذن الله، ويلا مع السلامه.